انفجار قوي هز المبنى رقم 3 بالحي الجامعي التابع للمدرسة العليا للطاقة والمعادن بالرباط ظهر اليوم نتيجة انفجار سخان مائي ما أسفر عن مقتل شخصين مكلفين بأمن المؤسسة تابعين لشركات الحراسة. تفاصيل الفاجعة يرويها الطلبة. انا كنت ناعسه فوقيته نتاع الانفجار، كنسمع داك الانفجار بحال ما هكاك واحد الصوت ما يمكنش. مع الساعه 1:50 دقيقه تقريبا وقع انفجار هنا في المؤسسه. السبب ديالو هو انفجار ديال واحد الشظير. هاد الشظير هي اللي كتسخن الماء ديال سيتي 3 منها ديال الدوش ديال الدراري. قوة الانفجار أدت إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح بليغة تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية، كما خلفت أضرار جسيمة وخسائر مادية. كمعطيات أولية لهذه الفاجعة الأليمة، يعني كاين 3 ديال الحالات في المستشفى اللي حالتهم مستقرة. كاين حالة ديال الكسر في الرجل اللي راه غادي يتلقى عملية. أسباب الانفجار تظل مجهولة حتى الآن. فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات حدوثه.